أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان ب10 أشهر، والست أيام بتوع شوال ب60 يوم، يعني شهرين، يبقى شهرين و10 كصيام الدهر كله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أضواء الندى، كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله طاجن خضار باللحمة، وده كان فطار أول يوم من ال6 البيض. إن شاء الله الطاجن يعجبكم، طريقة سهلة وبسيطة. ممكن تسويه في الطاجن، ممكن تسويه في صينية، ممكن تسويه في الحلة، بس بصراحة تسوية الطواجن في الفرن بتبقى أحلى بكتير. إن شاء الله الطريقة تعجبكم، وهي حاجة بسيطة وسهلة ومش تاخد معاكم وقت ولا واقفة في المطبخ كتير. وكده كده كمان نريح معدتنا شوية بقى من الزيوت والمقليات والدهون الكتيرة اللي كانت يعني في شهر رمضان. هنبتدي بقى الطريقة ونقول بسم الله. عندي الكوسة قشرتها كويس بالمقشرة او بالمقوار انا عاملاها كده مشرشرة بالمقوار، وغسلتها كويس وبعدين قطعتها. البسلة والجزر كانوا عندي في الفريزر. البطاطس قطعتها بقطعة الخضار. البطاطس والكوسة قطعتهم بقطعة الخضار. عندي الفاصوليا برضو كانت في الفريزر، وبصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين قطعتهم جوليان. فصين توم كبار او 3-4 فصوص توم متوسطين. هخرط التوم، ممكن تدقيه طبعا. وهيبقى عندي برضو قرن فلفل هخرطه، انت حابه تدقيهم بقى تدقيهم، بس انا بحب بصراحه الثوم والفلفل اخرطهم بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، قطع صغيره. انا حطيت الخضار كله مع بعضه. الكوسه عشان كده قطعتها عريضه شويه عشان ما تتهريش مني، تاخد سوا البسله والفاصوليا والجزر، تاخد سوا يعني بقيه الخضار. هحط عليهم بقى كمان معلقه سمنه واحده بس، دي معلقه السمنه الوحيده اللي هتتحط على طاجن الخضار كله. يعني تعتبر أكلة صحية كمان، ما فيهاش نسبة دسم عالية. وكمان لأن اللحمة كان فيها نسبة الدهون عالية شوية فقللت في السمنة. هرفعها على نار كده بقى زي ما انتم شايفين كده، هبتدي أشوحها. أنا حبيت أوريكم لون الفاصوليا وهي متلجة، ولون البسلة زي ما انتم شايفين كده، وهتشوفوا لما يفكوا مع السخونية لأن أنا مفرزاهم صح، فبيدوكوا لون الخضار أكنه لسه طازة. هشوحهم بس وأقلبهم مع البصل، هدخلهم كلهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. طبعا احنا طالعين من رمضان وسمنه وزيت ودهون وحاجات كتير قوي، فيا ريت نخلي الاكل بتاعنا خفيف شويه. ده شكل الخضار بعد ما شوحته شويه. الفاصوليا بقى لونها الاخضر العادي، والبسله زي ما انتم شايفين كده. هبتدي انزل بقى بالتوابل بتاعتي، نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه 7 بهارات، وبحط ربع معلقه كزبره، وطبعا نص معلقه السكر بتاعتي. مش هحط الملح بتاعي دلوقتي، هحطه مع الطماطم. دي نص معلقه السكر بتاعتي. هقلبهم الاول كده في نص الصينيه عشان ريحه التوابل تطلع معايا. هبتدي بقى ادخلهم مع الخضار كله. الطواجن بتاعتي من اول ما ابتديت في الصينيه وانا حطاهم في الفرن. حابه تكملي سوا الخضار كله في الصينيه زي ما هو كده، هيبقى حلو برضو. هشوح الخضار بقى كده كويس. هاخد حوالي ربع ساعه تلت ساعه على نار هاديه طبعا. وحطيت عليهم قرن فلفل خرطته برضو زي الفاصوليا كده بالورد. زي ما انتم شايفين لون الفاصوليا والبسله، حبيت اقربهم منكم شويه. كل ما بتشوحي في الخضار اكتر، كل ما بياخدش معاكي سوا في الفرن. اللحمه بتاعتك بتكوني سلقاها سلقه كامل. هنزل بيها بقى اقلبها تقليتين بس مع الخضار عشان الخضار يشرب منها من طعم اللحمه يعني. زي ما قلت لكم انا حطيت معلقه سمنه واحده، لان مش عايزه الطاجن يكون دسم قوي، ولان اللحمه بتاعتي كانت سمينه فاستكفيت بس بمعلقه سمنه واحده. هبتدي بقى انزل بالخضار في الطواجن. زي ما انتم شايفين كده صوت طشه الخضار في الطواجن، لان الطواجن بتاعتي كانت سخنه قوي. سخونيه الطواجن دي بتوفر عليكي حوالي مش اقل من ساعه. لو حطيتي الخضار في الطواجن وهو ساقع والطواجن ساقعه زي ما هي، مش اقل من ساعه قبل ما تلاقيها ابتدت تغلي في الفرن بتاعك. انا قسمت الخضار في الطاجنين لان لقيت طاجن واحد ما قضاش. في نفس الصينيه بقى اللي شوحت فيها الخضار، مش هحط فيها سمنه ولا حاجه خالص. هنزل فيها بالطماطم اللي انا ضرباها، ضربت الطماطم وضربت معاها قرن فلفل احمر. مش عايزه طماطم كتير، انا يعني للطاجنين عامله حوالي من نص كيلو لكيلو الا ربع طماطم.
وهنزل عليها بمعلقتين شوربة، معلقتين بس، يعني حوالي نص كوباية شوربة كده. بسم الله. ما تكتريش الشوربة برضو، الكوسة هتنزل معاكي ميتها، فما تكتريش يعني من الشوربة او من الصلصة عشان الطاجن ما يبقاش كله مية. حطيت بقى الملح بتاعي. هتغلي غلوة واحدة بس الطماطم، عشان انا عايزة كل الخضار وكل الحاجة اللي هتتحط في الطاجن تكون سخنة معايا، عشان الطاجن لما يخش الفرن تاني يغلي على طول، ما يستناش يعني، ما يكونش بردته بالحاجة اللي حطيتها فيه، يفضل سخن، يبقى الطاجن سخن والخضار سخن، فهيغلي معاكي على طول ويستوي معاكي على طول. الطماطم غليت معايا غلوة واحدة زي ما قلت لكم. هنزل بيها بقى على الطواجن. عايزه الطماطم يا دوبك تكون مغطيه وش الخضار، مش من فوق، من تحت كده، واصله لغايه وش الخضار من تحت زي ما انتم شايفين كده. ما تزوديهاش عن كده علشان الطاجن ما يبقاش كله ميه. هكون بقى مقطعه طماطمايه ترانشات رقيقه خالص كده زي الشيبسي، يعني ما تخليش الطماطم عريضه عشان ما تبقاش طعمها زي المسلوقه. انا هحطها كده على الوش بس كمنظر، وبيبقى طعمها حلو قوي على فكره لما بتشوي تحت الشوايه، بيبقى طعمها جميل جدا. وارش عليهم حبه ملح وحبه فلفل صغيرين. هحط الطواجن بتاعتي بقى في الفرن. مش هتاخد معايا حوالي نص ساعة او ساعة الا تلت بالكتير، لان الخضار بتاعي انا مسويه يعتبر نص تسوية او تلات ارباع تسوية على البوتاجاز، واللحمة بتاعتي كانت مستوية. ده شكل الطاجن بعد ما طلعته. هطلع الطاجن بقى من الفرن. طبعا الطواجن الفخار ما تحطهاش على الرخامة مباشرة، هتطقي منك، لازم تكوني حاطة تحتيها فوطة، حتة قماشة، كويستر، اي حاجة يعني، المهم ما تحطهاش على الرخام مباشرة، هيطقي منك. وكنت عاملة بقى مع طواجن الخضار دي، كنت عاملة معاها شوية رز بشعرية وبتنجان مخلل، بس ما كنتش عاملة حاجة اكتر من كده بصراحة. الخضار معايا مستوي زي الفل زي ما انتم شايفين كده، واللحمة طبعا مستوية معايا لان انا سلقاها من الاول. الطاجن ما فيهوش ميه زي ما انتم شايفين، مش عايزة الطاجن زي ما قلت لكم كده يكون كله ميه. وكنت عاملة كركديه وصوبيا. أكلة من الأكلات السهلة والسريعة والخفيفة كمان معاكي، وما بتوقفكيش كتير في المطبخ. حابه تعملي بقى حبه شوربه جنبهم ماشي، انت سالقه اللحمه فعندك شوربه، تعملي شويه لسان عصفور، شويه ملوخيه، بس احنا استكفينا بكده عشان ما يفضلش من الاكل تاني يوم. بتمنى ان شاء الله ان طريقتي تعجبكم، وبالف هنا.